خطوات الحياة في المسيح وللمسيح من كتاب لا أنا بل المسيح للكاتب واتشمان ني. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. بيقول لنا الكاتب إن إيماننا بالمسيح هو الثقة إننا كنا في المسيح ومتنا معاه على الصليب وبعدها قمنا معاه، وكل ما هو للمسيح بيكون لينا بالنعمة المجانية من غير أي مجهود من ناحيتنا، لكن على أساس الإيمان. فتاريخنا القديم بينتهي بالصلب ويبدأ الجديد بالقيامة، وبعد الإيمان بتبدأ خطوات الحياة في المسيح وللمسيح. أول خطوة قالها الكاتب المعرفة، ومش المقصود بيها المعرفة الذهنية، لكن المعرفة هي انفتاح قلبنا وذهننا عشان نعرف اللي عمله الله عشاننا واللي لينا في المسيح. في أفسس 1:17 بيتكلم عن روح الحكمة والإعلان في معرفته، وده بيتم بإعلان الروح القدس لينا عن عمل يسوع الكامل على الصليب لأجلنا. كتير من المؤمنين بيجاهدوا إنهم يدخلوا غرفة هم موجودين فيها، فقد إيه من الوقت بنقضيه في الصلاة لأجل أنفسنا، لأننا عميان عن رؤية اللي عمله الله لأجلنا واللي لينا في المسيح. إن أمنا إننا في المسيح وإننا متنا مع المسيح وقمنا معاه، فكل اللي علينا إننا نسمح للروح القدس يعرفنا إن كل ما للمسيح فهو لينا. أما تاني خطوة أن نحسب أنفسنا أمواتا. في رومية 6:6 عالمين هذا إن إنساننا العتيق قد صلب معه. قال الكاتب في البداية بتيجي المعرفة إننا صلبنا مع المسيح، وبعد كده في عدد 11 بيقول كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية لكن أحياء لله. فبعد معرفتنا يجي إننا نحسب نفسنا أموات، وبكده مش هتكون للخطية سلطان علينا. تالت خطوة تقديم ذواتنا إلى الله. فبعد ما عرفنا إننا صلبنا مع المسيح وحسبنا نفسنا أموات، بعدها بنقوم معاه. في رومية 6:12 و13 إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات اسم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. معنى إننا نقدم ذاتنا ليه إننا نحسب حياتنا كلها ملكه. ووضح الكاتب إن ده محتاج مننا كل يوم إننا نفتكر إننا ملكه ومش ملك نفسنا، وإن إرادته هي اللي لازم نتممها مش إرادتنا. رابع خطوة السلوك بالروح. فبعد تسليم ذواتنا لله بيجي دور الروح القدس، وبيوضح الكاتب معنى إننا نسلك بالروح، إن الروح القدس هو اللي يمسك بزمام الأمور، فنقدر نعيش حياة النصرة. والطريقة الإلهية لحياة النصرة مش بتعتمد على سلوكنا الجسدي، لأن ميولنا الطبيعية بتجبرنا نتحرك في الاتجاه الغلط. الجسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد. الحرب مع الجسد مش لينا لكن للروح، لأننا إذا حاربنا بنفسنا النتيجة هتكون تفعلون ما لا تريدون. لكن إن سلكنا بالروح بمعنى عشنا تحت قيادة الروح واحتمينا في المسيح واتكلنا بكل ثقة على الروح القدس فينا، هنقدر ننتصر كل يوم على الجسد وشهواته. وبإتمام الخطوات دي نقدر نهتف مع الرسول بولس فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فالحياة المسيحية مش حياة اتغيرت، لكن حياة استبدلت. فقد استبدلت نفسي بالمسيح. وكل ما دخلت للعمق أكتر في العلاقة مع الله، كل ما ظهرت صورة المسيح فيا أكتر، حتى يتصور المسيح فيكم. غلاطية 4:19. الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد. ربنا معاك.